السلام عليكم حبيباتي، إن شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحة جيدة يا رب. وصفتنا لنهار اليوم كيكة باردة هايلة، تجي بزاف بنينة، تجي مشربة من الداخل، وش نحكي لكم بنة ولا أروع. نبداو على بركة الله. أولا نصلوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام. بسم الله. هنا عندي حبابات بدرجة حرارة الغرفة، زدت عليها هنا نص كاس تاع سكر حبيبات، نخلطه هنا بالفوي حتى يذوب السكر. ومن بعد هنا نزيدو نص كاس تاع الزيت، ونزيدو نخلطو هكا. ومن بعد نزيدو هنايا مغرفة صغيرة تاع قهوة سريعة الذوبان عفوا، ونخلطو هكا. وهنايا زدت نص كاس حليب. هنا راح لي الفيديو تاعو. ومن بعد هنا زدت مغرفة كبيرة تاع الفانيلا، سكر فانيلا، ونقعد نخلط هكذا حتى يذوبوا كامل المكونات. ومن بعد هنايا نزيدو كاس تاع فارينة، مع نص كاس تاع الكاكاو. وهنا نزيد باكي كامل تاع خميرة الحلوى وزن 10 غرام، ونبدأ نخلط هكذا بالعقل حتى ينسجموا كامل مع بعض. بون تحصلوا على هذا القوام، يجي خفيف. ومن بعد هنايا درتو في هاد المول، كنت درت عليه شوية زيت ورشيت عليه شوية فارينة. وهنا كنت شعلت الفرن على 180 درجة من قبل، نخلوها تطيب، راهي ما تشدش بزاف في الطياب، تمتم الطيب. وهنا نروح نوجد الطبقة الثانية اللي هي فلون تاع شوكولا. هنا درت نص لتر تاع الحليب مع مغرفة ونص كبيرة تاع نشا مايزينا. هنا تحبوا ديروا حلو بزاف زيدوا 2 مغارف كبار تاع السكر، انا ما حبيتوش يجي حلو بزاف. ونخلوه هكايا نخلطو بارد في بارد، نخلوه يطيب حتى يعقد مليح. هاوليك بعد ما عقد يجي هكا القوام تاعو. وهاي لك الكيكة بعد ما طابت. شوفوا كي ندخلو عود نلقاوه ناشف نعرفوا باللي طابت.
هنا راح نكب عليها هذاك الفلون اللي كنت طيبته. وهنا نخليها تبرد. وهنا نروح نديرو طبقة ثالثة راح نديرها بالكريمة السائلة. هذه تقدري تستعمليها للطبخ وللحلويات. ومن جهة حبيت نفيدكم بحاجة، واللي هي هاد الفخوماج. نحب انا كي نجرب حاجة وتعجبني ننصح بها المتتبعين دياولي. وهاد الفخوماج تستعملوا به المملحات واللي غاتان وديروه في لي ساندويش بزاف بزاف بنين. والله غير ننصحكم تشروه ماشي في الندامه. بون مالا نبداو في الطريقه تاعنا. هنايا راح ندير هنايا كاس تاع الكريمه السائله. هنا واش نزيدو نديرو معاها 2 مغارف كبار تاع سكر غلاسي. هنا نزيدو سكر ناعم 2 مغارف كبار. ونروح هنايا نخدمها بالباتور، نخلطو مليح هكا بالباتور حتى تعقد شويه. هاوليك القوام تاعها يجي عاقد. وهنا نفرغها على الكريمه، عفوا على الفلون هذاك اللي درناه من الفوق بعد ما جمد، بعد ما خليته يعني في الثلاجة برد وجمد. وهاي ليك الكيكه تاعنا زينتها هنايا بالبنان. يعني هنا التزيين اختياري، كل وحده باش تحب تزين. بصح البنان راح يعطيها بنه هايله مع الشوكولا، تجي روعه. هاي ليك شوفوا كيفاش جات لداخل مشربه. نتمنى تعجبكم الوصفة حبيباتي، وإن شاء الله نزيدوا وصفات أخرين. وما تنساوش حبيباتي جام واشتراك في القناة هكذا باش يلحقكم كل جديد. سلام.